وصفة صحية ومغذية، صينية بطاطا في الفرن بصوص الشوكولاتة. انما ايه، تعالى اقولك عملتها ازاي. جبت بطاطا كده وسلقتها، وبعدين هرسها واحط عليها كده معلقتين من السكر ورشة خفيفة كده من القرفة. وهبدأ ان انا اقلب المكونات بتاعتي دي كلها كده على بعضها. بعد كده بقى هحط عليها كيس من الفانيليا، وكمان هكون ايه مسيحة كده ايه 3 معالق ايه من الزبدة. انا بستخدم الزبدة الصفراء، ونص كوبايه من اللبن، وهبدا اقلبهم لحد الايه المكونات كلها ايه ما تمتزج كده ايه مع بعضها. يعني هقلبها كده ايه تقليبه محترمه. وهنا بقى ايه هحط شويه مكسرات، وديت اختياريه تحطيها يا ما تحطهاش زي ما انت عاوزه. جبت بقى صينيه الفرن ودهنتها، وهبدا ان انا ايه انزل البطاطا بتاعتي في الصينيه، وهفردها بالطريقه دي كده، وبقى هدخلها الفرن لحد ما احس ان ايه الوش دوت كده ايه خد لون. وبكده هكون هطلعها من الفرن بتاعها. قبل بقى ما ادخلها كده حطيت على وشها بس ايه 3 معالق كده من الايه من الزبده، عشان تساعدها ان هي تاخد ايه تاخد اللون، او تاخد الوش بتاعها يعني. خلاص كده انا طلعتها، بقت بالشكل ده كده. قلبتها وخليت الوش تحت عشان لما تيجي تتقطع يبقى سهل قوي ان انا اشيلها يعني. بعد كده بقى ايه هجيب صوص الشوكولاته بتاعتي، وهبدا بقى ازينها بالشكل العشوائي ده. عايزه اقول لكم الريحه قلبت الدنيا فظيعه.